بص عايزك تبص معايا على الجمدان ده. شايف الصبلهايه يعني شوكولاته من النص. بص البندقيه دي بقى. هو انت حبابين. يلا بينا. الصبليه والغريبه من اساسيات الكحك في العيد، فيلا بينا بقى اقول لكم تتعمل ازاي. هنجيب دقيق، واهم حاجه يكون متعدد الاغراض او للحلويات، وهنحط دقيق على حسب الكميه اللي احنا عايزينها، وتقريبا انا حطيت 400 جرام، وبعدها نخلناه بالمصفى عشان يدخل له هواء وما يطلعش مكتوم، وبعدين هنحط على دقيق ربع معلقه بيكنج باودر عشان يخليه هش، ورشه ملح عشان نعادل الطعم، وعشان يطلع ناعم زي ما بنشوفه في المحلات هنحط معلقه نشا، وبعدين هنحط كوبايه الا ربع زبده ومعلقتين سمنه بمقدار ربع كوبايه، وحطينا عليهم نص كوبايه سكر ناعم يكون منخول عشان الكلاكيع بمقدار 100 جرام، وهنضربهم في بعض لحد ما تبقى زي الكريمه. هنحط عليها بيضه وربع معلقه صغيره فانيليا سايله او بودر، وبعدين حطينا الدقيق واحده واحده لحد ما نختبر العجينه ونلاقيها بالمنظر ده، ولو شققت منك يبقى هنحط دقيق تاني. جبنا ورقتين زبده وكورنا العجينه بالمنظر ده، وهنجيب ورقه زبده تاني فوقيها عشان نفردها ويبقى كله سوا واحد، وبعد كده هتجيب اسطمبه الاشكال اللي عندك وهنشكلها زي ما احنا عايزين، وهنحطها في الفرن على درجه حراره 180 درجه، وهنسيبها في الفرن ربع ساعه. ونخش بقى على حبيبة الملايين الغريبة. هنجيب كوباية سمنة بلدي بدرجة حرارة التلاجة، ونص كوباية سكر بمقدار 100 جرام، وحطينا معلقة صغيرة فانيليا وضربنا كله في بعض، وبعد كده حطينا عليها معلقتين نشا صغيره مليانين عشان تخليها ناعمه، وضربنا كل ده في بعض لحد ما يبقى ملمس كريمي، وبعدين حطينا 350 جرام دقيق وضربنا كل ده في بعض، وزي ما عملنا في الصبليه حطينا دقيق واحده واحده لحد ما تبقى معانا بالمنظر ده ومش بتشقق. وهنجيب صينيه من غير ما نحط فيها اي ماده دهنيه، وهنكور العجينه كور صغيره كده ونراعي المسافات بينهم، ممكن نحط عليها اي نوع مكسرات او سوداني او من غير اي حاجه خالص، هتبقى حلوه عشان انتوا بس اللي عاملينها. وهنحطها في الفرن على درجه حراره 150 درجه، وهنسيبها في الفرن 10 دقايق، وبعد السوا مش هنطلعها على طول من الصينيه، وهنسيبها تاخد راحتها لحد ما تبرد. طلعنا الصبليه من الفرن وزي ما انتوا شايفين طلع تحفه فنيه، وجبنا شوكولاته دارك وبيضه وسيحناها في ميه دافيه وبدانا نروق عليها. شفت بقى، كلها دي انت بقى يعني. وما تعملش زيي وتلغوص في الحشو كده عشان هتجيب التهزيق لنفسك زي ما سمعت كده. ويلا بقى بينا نشوف الكلام ده كله عليا. تعالوا بقى يا جماعه نجرب العظمه اللي احنا عملناها النهارده مع ست الحبايب. الموضوع طلع متعب بشكل فظيع، بس هي دي فرحه العيد، فاحنا لو ما عملناش العيد ده هنعملها امتى؟ هو العيد بيجي من السنه للسنه. تعالوا بقى نجربوا الصابليه والمعموله. المعموله طلعت يا جدعان جامده قوي، المكسرات والتزويقه بتاعتها طلعت تحفه. بس هندوق بقى دلوقتي الصابليه وفي البوتي فور. طبعا انا كنت عامل فيديو للبوتي فور، فارجع شوفه عشان تعرف طريقته عملت ازاي، وزوقتها برضو مع الصابليه بتاعنا. كان ناقصها كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن كده هتبقى. بص عايزك تبص معايا على الجمدان ده. شايف الصبلهايه السكنس بتاعتها سمك عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يعني شوكولاته من النص. بص بقى دي لقيت فرحه يا جماعه. تقول لي الصعيدي ولا الروا ولا بتنجان مخلل، والبسكوته نفسها بتدوب، فاهم؟ مش ناشفه قوي ولا طريه قوي. ركز معايا كده، ركز معايا. بص ناعم بطريقه. خش بقى على المعموله. بتنزل على طرف اللسان اصلا خلاص يعني، فاهم؟ انت بتبقى في حته تانية. اللوزه دي تعال نجربوها. عايزه كوبايه شاي بلبن يا جدعان وهنبقى في موال تاني. بتدوب في البق دوب. جرام جرام يا جدعان. بس البندقيه دي بقى تحت اشراف ست الحبايب. تسلم ايدك يا ست الحبايب.